السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي، قناة أم عمر تطوان. اليوم غنقدم لكم هاد الملاقية كيف ما كتشوفوا كتجي بالعقيق المهرس اللي عملتها انا في الكتفين ديال هاد الفراشة هادي. ان شاء الله غنشارك معكم التتمة ديالها مني تكمل ونصلحها وغنشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. كتجي ساهله وكتجي كتطلع بالزربه في الخدمه، يعني الا خدمتو بها الملاقيه من الفوق لتحت كتجي زوينه وكتجي سهله في الخدمه. يعني كاينين شي خدمات اللي كيكونوا صراعين في الخدمه. هنايا كناخد الحرير، هنايا انا برمتو على 2 ديال الشعرات. كناخد القياس ديال 2 ديال الغرزات، من الثوب من هنا والثوب من الجهه الثانيه. كنخلي واحد الخويط اللي غادي ندير فيه 2 ديال الغريزات، الغرزه الاولانيه والغرزه الثانيه. كناخد غريزه في الثوب، كنتمنى الصوره تكون واضحه. ناخدو غريزه في الثوب. العقيق المهرس اللي خدمت به انايا هو الماتسونو. هنا كناخد كيف ما كتشوفوا، انا كنتمنى الصوره تكون واضحه. هنا هذا الخويط هذا ديال الزياده، يعني الخويط اللي ما كنخدمش في هذيك 2 الغريزات اللي خدمت، كنخدم في هذا الخويط ديال الزياده. يعني بحال غنزيد شي غريزه كنركب العقيقه وكنجي نخلي الغريزه الاولانيه، نخلي الغرزه الاولانيه. كنتمنى تكون واضحه لكم. هذه هي الغريزه الاولانيه وكنخدم في الغرزه الثانيه. يعني هنايا خدمت 2 الغريزات في هذا الخويط هذا، خدمت 2 الغريزات. كنخدم ها هي كيف ما كتشوفوا، خليت الاولانيه وخدمت في الثانيه. كناخد غريزه في الثوب وكنرجع كنخدم في هذا الخويط ديال الزياده. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذا الخويط ديال الزياده، يعني ما كنخدمش في الغراز. الخويط ديال الزياده كنخدم فيه غريزه. يعني هنا كنخدم بشويه باش تكون يعني الخدمه غير في الاول اللي كتكون شويه صعيبه التطبيق ديالها. هنا كنجي تحت هاد العقيقه، شفتوا تحت العقيقه، وكنخدم غريزه يعني في الاخر ديال العقيقه. هنا كتشوفوا كتجي العقيقه مخدومه غريزه من هاد الجهه وغريزه من هاد الجهه. كناخذوا غريزه في الثوب، ما كنخدموش الغريزه اللي حداها، يعني كنخليو هذيك الغريزه وكناخذوا غريزه في الثوب. هنا كنجي عاود ثاني لهاد الخويط. هنا كنقرب الصوره باش كتجي واضحه. جا الخيط الحرير جا اللون بحال اللون ما جاش واضح مزيان. هنا كنخدم في هاد الخويط ديال الزياده، ها هو كنركبوا عقيقه. كنركب عقيقه هنايا وكنرجع نخدم. هنا كنخدم فوق هاد العقيقه. هانتوما كاين هاد الخويط اللي فوق العقيقه كنخدم فيه غريزه. كنكرف الخيط صافي وغنشد في الثوب. دائما ما كنخدموش هذيك الغريزات اللي في الجناب، غنبقاو نخدموا في هاد الخويطات ديال الزياده وفي الوسط. هنا كنجي لهاد الخويط ديال الزياده اللي في الجن، ها هو خدمت فيه غريزه، وكنجي في الاخر ديال هاد العقيقه هادي وكنخدم غريزه. كنجي ناخد غريزه في الثوب وكنركبو كنخدم في هاد الخويط هذا. ها هي غريزه وغنركب الحرير، غنركب العقيق. يعني ملي كتكون كتصور وكتشرح كتجي شويه. هنا كناخد هاد الخويط اللي فوق العقيقه، ها هي، وكناخد غريزه في الثوب. نحاولوا نكرفوا وكنجي كنخدم في هاد الخويط اللي في الجن، خويط ديال الزياده، وكنغلف كنخدم في العقيقه تحت منها كيف ما كتشوفوا. يعني كتجي هذيك العقيقه بحال مغلفه في الوسط، والجنيبات كتجي بحال الشبيكه.
يعني لو كان عقيق في لون مغاير غتجي واضحه اكثر. هنا كنخدم في هذا الخويط ديال الزياده كنركب عقيقه. هنا كنجي ناخذ في هذا الخيط اللي فوق العقيقه، دائما نخدموا الجناب والوسط. هنا كناخذ غريزه في الثوب، حاولوا تكرفوا هنايا. ودائما الناس اللي كيكونوا يلاه بادين كيخدموا حاولوا ان الثوب قد هاد الجهه الاوليه قد الجهه الثانيه. الا بقيتوا غاديين خدامين ونسيتوا الثوب غادي تجيكم واحد الجهه طويله وواحد الجهه قصيره. دائما نبقاو عاقلين على ان الجناب يكون نفس القياس. نخدم هاد الخويط ديال الجنب ونركب عقيقه. الحرير على جوج شعرات والعقيق ديال الماطسونو. المهم تخدموا باي عقيق اللي يكون متوفر عندكم، يكون ما يمشيش ليه اللون، خصوصا هاد الالوان هاد المفتوحه ما كيمشيش ليهم اللون واخا يكون عقيق عادي. كنخدم في هاد الخويط ديال الزياده ونخدم تحت العقيقه، يعني العقيقه كنخدموا تحت منها وفوق منها في الوسط صافي. وكنشدوا هذوك وكنزيد نخدموا في دوك الخويطات ديال الزياده اللي في الجناب. هي كنخدم بهاد الخويط ديال الزياده كيف ما كتشوفوا هنا. نركب عقيقه، كنخدم في هاد الخويط اللي فوق العقيقه. هي كناخد غريزه في الثوب. كنخدم في هاد الخويط اللي في الجنب وغنخدم تحت العقيقه. انتم كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم. الخدمه انا كنجبدها باش تبان كيف ما كتشوفوا هنايا. هي الصوره قربتها. كتجي العقيقه في الوسط، هي مخدومه من هاد الاتجاه ومخدومه من الاتجاه الاخر. كتجي الخدمه الصراحه كتجي زوينه، وكنتمنى ان الصوره تكون واضحه لكم وتجربوا هاد التطبيق هذا كيجي زوين. هو في الاخر ديالو كملت به الملاقيه كيف ما قلت لكم، ملاقيه ديال الكتاف ديال الفراشه. يمكن لكم تهبطوها في الهبطه الاماميه. انا عندي هاد الفراشه من هنايا مسدوده من الوسط، وان شاء الله نهار غادي نكمل الخدمه ديالها كامله، غادي نشاركها معكم وتشوفوا النتيجه النهائيه من بعد ما كنصلحوا الثوب. وغتبان لكم الخدمه زوينه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشكرا على المتابعه.